موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباع. زي ما انتم شايفين في المواجهات مع العدو بتلاقي الشباب الفلسطيني بيرفعوا اعلام الجزائر. اليوم حابين نطلع في غزه نعرف ليش الشباب هذه بترفع اعلام الجزائر، ايش الارتباط الوثيق بيننا وبين الجزائر. فخليكم معنا نشوف رد الشارع الفلسطيني ليش الشباب بيرفعوا اعلام الجزائر. خليكم معنا. هل أراك احنا وياهم قضية واحدة، واحنا دولة الشهداء، يعني احنا هم بلد المليون شهيد واحنا بلد الشهداء. ايش السبب؟ اكيد شعب الجزائر شعب بحبنا، يعني انه احنا بنحبه، يعني هو الشعب الوحيد اللي بنحسه دائما واقف ورانا وفي ظهرنا. بصراحة لو كان يعني الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري على حدود واحدة كان زمان الشعب الفلسطيني اتحرر، لأنه الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني روح واحد وقلب واحد. رد منا كجماهير بشكرنا العميق للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية على وقوفهم بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. اي دوله مثلا بتحس انها تتعاطف معنا على السريع، يعني احنا بننضم لها، يعني سواء الجزائر او غير الجزائر. يعني احنا اول شيء امه واحده عربيه من امه محمد عليه الصلاه والسلام، بعدين شعب الجزائر مر باحتلال زينا وعانى الويلات من الاحتلال وظلوا يقاوموا حتى مخرج الاحتلال. علاقة الشعبين ترابطية في الدم، احنا بنستنتخ تجربتنا الفلسطينية وتجربة دفاعنا عن القضية الفلسطينية من التجربة الجزائرية. وتم اعلان دولة فلسطين في الجزائر، بعدين ابو عمار اعلن دولة فلسطين في الجزائر. محبة طبعا فلسطينية، بحبوا كل الدول العربية يعني هيك. والله يعني الجزائر يعني هنا محطوطة يعني القلب، يعني كل شباب، يعني والله كل اهل غزه بحبوها، واكيد هم بحبونا من كثر ما احنا، من كثر ما هم بحبونا احنا بنحبهم، يعني هم بتمنوا يجوا عندنا واحنا نيجي عندهم. لانهم هم زينا ضحوا، شافوا المعاناه اللي احنا بنشوفها هلا من الاحتلال الاسرائيلي الغاشم هذا، واحنا بنحيي اهل الجزائر كل التحيه لعيونهم من اهل فلسطين. بلد الجزائر بلد المليون شهيد وبلد جميل ابو حرير، يعني اللي بشعر ما بيعرف فيك الا اللي كان زيك اكيد. شكرا. تسلم. احنا نعتبر حالنا كلنا شعب واحد، الجزائر كل الأمة العربية شعب واحد نعتبرها. لأنه الجزائر بلد المليون شهيد، قدموا مليون شهيد عشان ينالوا حريتهم، وهم بحبونا كثير وبتضامنوا معنا دائما واحنا بنتضامن معهم. شعب احنا بنحبه وهو بحبنا وفي مودة بيننا. يصف من الوفاء يهزنا، لأنه عارف إنه الظلم اللي عاش فيه الشعب الجزائري نفس الظلم اللي عايش فيه الشعب الفلسطيني. طول عمره واقف معنا من ايام المنظمة، عرفت كيف؟ عشان هيك هو مرتبط بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري توأمة، واحنا بصراحه يعني كشعب فلسطيني بنحب الشعب الجزائري. بنحس انهم فلسطينيين، يعني قريبين منا بشكل مش طبيعي، يعني بيفكروا فينا وهمهم من همنا، فاهم كيف؟ بعيطوا علينا، يعني بكلم شباب على الفيس من الجزائر بقاتل نفسه بده يجي يساعدك، يعني مهتم في قضية فلسطين أكثر من الفلسطينيين. كانت محتلة وضحت بأكثر من مليون شهيد، عدا عن الخسائر الاقتصادية والبشرية والتنموية، وتحررت، والآن هم بيهتفوا لنا لنمشي لنمضي على نفس الطريق. هم الجزائرية بحبوا الفلسطينية، وإن شاء الله يكون هكذا النصر قدامهم. والرجاء في هواه، لانه الشعب الجزائري هو الشعب الوحيد يعني اللي عانى نفس معاناه الثوره الفلسطينيه. الشعب الجزائري قريب من الشعب الفلسطيني، عندما يسافر الشعب الفلسطيني الى الشعب الجزائري لا يجد الحضن الدافئ في الجزائر. أنا بحب الجزائر. انت عسل. شعب الجزائر قد ما نحكي عنه قد ما نوصفه ما بندهوش حقه. شعب الجزائر شعب عظيم. الجزائر يعني مش من اليوم بنحبه، من زمن، يعني من زمان بعشق الجزائر. واقف معنا هو استضاف الثورة الفلسطينية، عشانهم دائما متضامنين مع الفلسطينية، ودائما الجزائر تقف مع الفلسطينية. الجزائر يا زلمة يشعر بدني يا زلمة. ليش؟
الجزائر هو الشعب الوحيد يعني اللي بتلاقي نسبة حبه كبيرة للشعب الفلسطيني. هم قريبين منا، محبتهم منا يعني معروفة، يعني إنه الجزائر بحبونا وهيك. الشباب لن يكل 1 2 3 ونحب الجزائر. زي ما احنا شفنا آراء الشارع الغزي أو الفلسطيني بشكل عام قديش بيحبوا أهل الجزائر، عشان أهل الجزائر ناس وقت معنا قلبا وقالبا. احنا بنتمنى من الشعوب العربية تصير على نهج الجزائر، تقف معنا، تأيدنا يعني بشتى الوسائل. يعني الواحد زهق وبنستنى بس الشعوب العربية تتحرك أكثر. ومن قلب غزة بنشكر الشعب الجزائري والجزائر بشكل عام يعني وكل المحبة إليه. وعيشنا المنكدة ذلنا المعبد